السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر معكم واحد المعسله معروفه بزاف في المغرب. المهم بغيت نشارك معكم البريوات ديالي وبالطريقه ديالي، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وعلاش لا تبقى في القناه وفي نفس الوقت يستافدوا منا المبتدئات، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو اللي خديته بالقشره ديالو، خويت عليه الماء دافي واحد 10 دقائق صافي كنفركو، كنخليه حتى كينشف وكندير له قطيره ديال الزيت، 2 معالق الزيت هكا، ونخشيه في الفران مع استمرار التحريك حتى كيتحمر لينا بحال هذا الشكل. ما كنحمروهش بزاف بحكم غادي يرجع يطيب، فما كاين لاش نحمروه بزاف باش ما يجيناش مر. فاش حمرناه طحنته في الهشوار مزيان وغربلته، وهنا غادي نضيف عليه كأس ديال السكر الثقيل، ومعلقه كبيره ديال القرفه، 2 معالق ديال الزبده، ونعجن المكونات ديالي كاملين مزيان. غادي نضيف لهم كذلك واحد 2 معالق ديال روح اللوز باش كيعطينا داك اللوغو ديال اللوز، بحال هذا بديل، يعني بديل ديال عقده ديال اللوز، بريوات الفقراء كما كيقولوا. وغادي نضيف لهم كذلك واحد الكأس ديال الماء الزهر على حساب جمع العجينه، ما كنضيفوش الكاس، كنضيفو نص كاس بحال هكاك. المهم كنبقى ندير شويه ونجمع حتى كنحس بالعجينه ديالي تجمعات. هنا كما شفتوا جمعت العقده ديالي على هذا الشكل، يعني كتجي لينه صافي، وكنحطها جانبا. دابا كندوز للورقه. هنا عندي الورقه اللي انا درتها في الطيفال، يعني في المقله، هذه درتها في الطيفال. وفي نفس الوقت كندرت وحده بالنشا، كنقسمها بالنشا والزيت، راه عندي في القناه. كتجي سهله وزوينه حتى هذيك، مي انا خدمت بهذه. هنا صافي كنجمع الورقه ديالي كامل، كندير وحده على وحده وكنطويهم على 2، وكنقطع واحد 3 الاصابع على حسب الحجم ديال البريوه اللي بغيتي نتي، يعني 2 اصابع 3 ما عندناش مشكل. نعاود نرجع نذكركم كيفيه الطريقه ديال هاد الورقه اللي كتشوفوا معايا دابا. كندير 2 كيسان ديال الدقيق الرطب، طبعا 2 كيسان ديال العنبه، و3 د الكيسان ديال الماء، وقبيصه من الملح، وكتخلطي المكونات مزيان، ومن بعد كتضربيهم بالباطور اولا بالميكسور. المهم حتى كيتطلقوا مزيان، عاد كتبقاي تسخني شويه الطيفال، كياخذ غير شويه الحراره، وكتخوي الخليط ديالك، وكتحاولي تدي في الجوانب كاملين ديال المقله، وتفرغي ما تبقى، وصافي. وكتمسحي الجوانب وكتطيبيها عادي على البخار اولا على البوطه تكون مقتوله بزاف. صافي هكا كتستمري حتى كتسالي العجينه ديالك. المهم نعاود نذكر 2 كيسان ديال الدقيق في 3 د الكيسان ديال الماء. ولا الا بغيتي الورقه ديال النشا غادي تدخلوا للقناه ديالي، راه عندي تما وكتطلع واعره، احسن من اي ورقه، وسهله ودغيا، يعني ما تكلفكمش بزاف. بالنسبه للطي ديال البريوات كما كتشوفوا، راه ممكن نضغطوا على الجوانب مزيان باش ما كتحلليناش العجينه، وكتجي الورقه شاده لا فورم ديالها. واكيد كنلصقوها بلاكول سبيسيال مغربيه اللي هي الدقيق والماء، وصافي كنوجدوا البريوات ديالنا. هنا عندي بعض القطع ديال السيجار. صافي غادي نحاول نخدم بهذه الطريقه السيجار كما كتشوفوا، ونفس الشيء كنلصق بالماء والدقيق وكنوجدهم. كنمشيو على هذه الطريقه حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله ديال الورقه اللي عندنا اولا العقده اللي عندنا، وان شاء الله نكمل معكم باقي التفاصيل. صافي هنا سخنت الزيت،
غادي نحط، ما غتكونش سخونه بزاف باش ما يتخطفوش لينا البريوات. غادي تكون الزيت يعني الحراره ديالها شويه قليله، وصافي كنحط البريوات ديالي وكنقص شويه على البوطه، وكنبقى نقلي البريوات ديالي حتى كنساليهم. راه اي وحده كتعرف تقلي البريوات، فقط بغينا نشاركوا معكم البريوات ديالنا وصافي. المهم هنا كنقلي وفي نفس الوقت كنقلبهم صافي حتى نكمل الكميه اللي عندي. وفي هذه الاثناء غادي نكون وجدت العسل حدايا، في نفس الوقت حنا كنقليو وحنا كنعسلو في البريوات ديالنا. كما قلت من قبل، الا كانت العسل ثقيله غادي نعسلوهم وغادي مباشره نصفيوهم ونجمعوهم، والا كانت العسل خفيفه ممكن نبيتوهم في العسل، ما عندناش مشكل صافي باش كيتشربوا مزيان. غادي نكون وصلت للنهايه ديال الفيديو. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من جميل دعواتكم، ولكم بالمثل ان شاء الله. نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.